مقرمش وبدون بيض ومش هيشرب ولا نقطة زيت منك. كل اللي بتخافي منه للقرنبيط انا النهاردة في الفيديو دوت هحلهولك، وهقولك على كل الاسرار وكل التجارب اللي انا جربتها مع القرنبيط. تابعوا معايا الفيديو للاخر، ولو شايفين ان انا بقدم لكم محتوى هادف ما تبخلوش عليا بلايك كتير، ونبدأ مع بعض ونقول بسم الله. القرنبيطه الحلوه بتاعتنا ديت دايما اختاري القرنبيطه اللي يكون القرص بتاعها صغير ولونه ابيض، ما تختاريش القرنبيطه الكبيره. طيب انا هنا النهارده هعمله بطريقتين مختلفتين، بس اللي هتشوفوه معايا النهارده هي طريقه واحده بس. هاخد نص القرنبيطه الحلوه دي وهبتدي ان انا اقطع الزهرات بتاعتها كده، واروح عامله لها محلول. المحلول عباره عن ميه وملح، معلقتين من الخل، وتضيفي الكميه كلها اللي انت عايزاها. لو عجبتك الطريقه ديت اعملي بيها كلها القرنبيطه. في فيديو تاني هعمله بطريقه تانية مختلفه، لو عجبتك برضو شوفي اللي يريحك واعملي. بعد ما بسيبها لمده 10 دقايق ببتدي ان انا اعمل لها خليط. الخليط ده عباره عن ايه؟ كوبايه من الدقيق، ربع كوبايه من النشا، هضيف شويه توابل واهمهم الكمون، وكمان معلقه من الكركم، كمان هنضيف ليهم فلفل اسود ومعلقه كبيره من المرقه الفوريه، وزودي الملح. هقلب كل المكونات دي مع بعض لحد لما تمتزج، وكمان هروح اخده منهم نص كوبايه بس، لان انا عايزه الخليط الجاف معايا هنا يبقى اكتر من الخليط السائل. بعد ما باخد نص الكوبايه ديت ببتدي ان انا اضيف ميه، بس لاحظي معايا هنا هتضيفي الميه بالتدريج، لان انا عايزاكي توصلي ان الخليط السائل اللي معانا ده يبقى تقيل شوية. يعني انا مش عايزاه خفيف، لا انا عايزاه تقيل وسميك شوية الى حد ما. بعد كده بضيف له شوية كده من الشبت لو حابين، بس انا عن نفسي بحب بالشبت جدا جدا، واقلبه تقلبتين وكده يكون احنا عملنا خليط جاف وخليط سائل. تعالوا نطلع بقى على القرنبيط بتاعنا، وعندنا حلة كده حلوة على النار ضفنا لها معلقة من الملح وكمان الكمون، وضفتي كمان معلقة كبيرة من الحليب. الحليب هنا بيأثر تأثير جامد جدا جدا يا جماعة في سلق القرنبيط. اولا مش بيخليه يطلع له ريحة خالص، وغير كده وكده بيفرق معاكم في الطعم. المدة الصحيحة لتسوية القرنبيط هي 10 دقايق من بعد ما يغلي، مش من بعد ما تضيفي القرنبيط. بعد العشر دقايق بتبتدي ان انت ترفعي الكمية كلها، وتبتدي ان انت تضيفي فيه الخليط السائل وبعدين الخليط الجاف. طب يا نشوى، احنا كده النهاردة قلنا ايه بديل البيض؟ الخليط السائل والخليط الجاف هو ده بديل البيض. اما اللي هو مش هيشرب زيت ازاي؟ كل دوت هقولهولك، بس اصبري معايا شوية. بعد ما بتضيفي في الخليط السائل والخليط الجاف تبتدي ان انت تعملي له كفر حلو كده، وتضيفي ايه، تقعدي تزودي من الكفر اللي هو الجاف ده كتير قوي. حتى لو انت عملتي الكميه كلها ولقيتيه غير لونه، ضيفيه كمان في الكفر اللي هو الجاف. بعد ما بتخلصي الكميه كلها الافضل ان انت تضيفيه في التلاجة لمده 10 دقايق يرتاح شويه. طب بعد كده بنعمل ايه؟ طاسه عندك كده فيها زيت، مش شرط ان هو يبقى غزير، بس اهم حاجه يكون ساخن جدا جدا. بعد ما بتضيفي الكميه كلها، هي دي المعلقه اللي مش هتخلي القرنبيط بتاعنا يشرب زيت خالص يا جماعه. وبعد تجارب كتيره بقول لكم ان فعلا الطريقه دي صح. معلقه واحده بس من النشا هتوزعيها في الزيت اول لما تنزلي بكميه القرنبيط. بعد كده تفضلي بقى تقلبي تقليبه يمين تقليبه شمال لحد لما توصلي للون الذهبي الجميل اللي احنا بنحبه للقرنبيط. والله على الجمال، الله على الجمال. واظن سمعتوا صوت القرمشه بودانكم، وكمان لما تدوقوه هتعرفوا ان هو مش شارب زيت خالص. حتى اسمعوا كده صوت القرمشه تاني. انا كده خلصت فيديو النهارده. لو عجبكم فيديو القرنبيط وعايزين تشوفوا الطريقه التانية للقرنبيط، اعملوا للفيديو لايك كتير وشير كتير، ومنشنوا اصدقائكم اللي بيحبوا القرنبيط. بحبكم جدا جدا. اشوفكم بكره ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده مع مطبخ نشوى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.